في وقت يسعى فيه نظام المخزن إلى إخماد الحراك الريفي وإسكات الصوت المنادي برفع الحجرة والتهميش، أصوات أخرى عمت مدينة جرادة الفقيرة شرقي البلاد على خلفية مصرع شابين شقيقين إثر انهيار منجم للفحم الحجري في المدينة. حادثة مميتة استنفرت ساكنة المدينة احتقان وغليان ومطالب بضرورة ضمان الحد الأدنى من الكرامة. على اعتبار أنه 1997 إلى حدود الساعة هذه البلاد هذه تقلبت أصلا على عقب، انطلاقا من الأحداث ديال إغلاق المنجم إلى حدود الساعة كنلقاو 20 سنة 21 سنة ما عرفتش أنايا واش هادو ماشي بلاد، ماشي سكان ديال هاد البلاد، ماشي مغاربة من هذا الوطن الحبيب، إلا أنه كنلقاو واحد التهميش 20 سنة من التهميش، 20 سنة من الضياع. حل المشكل نتاع غلاء الفواتير تاع الماء والكهرباء، كاين بديل اقتصادي في المرحله لان ولاد الشعب لحد الان كيعانيوا من الازمه وكيعانيوا من الفقر. راه زاد من 3000 الاحصاء الاخير 3000 حامل شواهد سواء معطل او حامل شواهد مهنيه او تقنيه لحد الان 3000 كتعاني من البطاله في الجهه الشرقيه. في صورة أخرى تعكس أفخر جماعة في المغرب ساكنة الجرادة مناجم الموت، أو كما يصطلح عليها مقبرة الباحثين عن الفحم، أتت على العديد من أبناء هذه البلدة باعتبارها الملاذ الوحيد لضمان لقمة عيشهم، فوجد الآلاف منهم أنفسهم على عتبة المجهول في ظل غياب بدائل حقيقية. نخدموا في هذه البيور غير عشوائية، ما عندها حتى شي حاجة، ما عندها لا قانون لا حتى شي حاجة، غير رياصنا اللي كنخدموا فيها بحال اللي رانا غاديين كما قالها السيد، ماشي ما لقيناش شي بديل فاش تخدم ولا تمشي تخدم في شي بلاصه اخرى، ولا باش هي اللي كون لقينا ما غاديش نقدروا نمشيو نخدموا فيها. راه ما كاينش اللي يقدر يمشي يخدم في واحد الحاسي يخدم في الموت. ديما الدوام راه كل ساعه موت، كل ساعه 3 4 3 4 3 5 ايام 6 ايام باش يخرجوه. صورة سوداوية أخرى ترسم عن المغرب تزيدها مناجم الفحم قتمة. شبح الموت يهدد ساكني مدينة الجرادة المغربية لينتفض أبناؤها وتكسر أصواتهم هدوءها احتجاجا وغضبا، مطالبين النظام المخزني توفير أدنى مقومات الحياة، كرامة وعدالة اجتماعية.